كيلو الفراخ البيضة ب65 جنيه. أسعار الدواجن والبيض والبانيه النهاردة في الأسواق. تحب تعرف سر أو إيه سر انخفاض أسعار الدواجن اليومين دول؟ هقولك أكيد في نهاية الفيديو. ياريت تخمن إيه سر انخفاض أسعار الدواجن. صباح اليوم السبت 5 يوليو 2025 صحينا لقينا سوق الفراخ والبيض هادي جدا، سكون غريب بعد الدوشة اللي فاتت. كيلو الفراخ البيضة على باب المزرعة ب65 جنيه بس. ياه، كان من 75 جنيه من كام يوم فاتوا. النهاردة نزلت 10 جنيه في المزرعة وبتوصل للمستهلك ابتداء من 70 جنيه للكيلو وحتى 72 جنيه. تحس ان في ايد خفية بتتحكم في الارقام دي، بترفعها وتنزلها وبتخليك دايما واقف محتار ايه اللي بيحصل بالظبط. البيض كمان ليه حكاية تانية. كرتونة البيض البلدي ب110 جنيه للجملة وبتوصل للمستهلك ب125 جنيه. البيض الأبيض بيوصل للمستهلك ب125 جنيه. البيض الأحمر ب130 جنيه. أسعار طالعة نازلة بتخليك تسأل هل ده مجرد سوق عرض وطلب ولا في حاجة تانية بتخفيها الأرقام دي؟ تحس ان في سر ورا كل تغيير، ورا كل جنيه بيزيد او بينقص. مش بس الفراخ البيضة، ده كمان اسعار الفراخ البلدي اللي وصلت ل 115 جنيه للكيلو وبتتراوح ما بين 115 و 125 جنيه. الفراخ الساسو الاحمر اللي كانت ب 105 جنيه نزلت وبقت ب 90 جنيه في المزرعة وبتوصل ل 100 جنيه للمستهلك. حتى الامهات اللي هي اساس كل الحكاية اسعارها ما بين 60 و 65 جنيه للكيلو، وكأن كل نوع من الفراخ ليه تمنه وسعره اللي بيتغير. احساس اننا بنعيش في عالم كل حاجة فيه ليها تمنها المتغير، تمن بيتبدل بين يوم وليلة. البط والارانب والحمام كمان ليهم نصيبهم من اللغز ده. البط ب 160 جنيه، الارانب ب 140 جنيه، جوز الحمام ب 170 جنيه. ودي مش مجرد ارقام، دي حياة ناس بتتعلق بكل جنيه بيتغير. الاوراق كمان نزلت من 100 ل 77 جنيه. الاجنحة ما بين 50 و 60 جنيه. اما البانيه بقى فنزل بين 220 ل 170 جنيه في بعض المحلات. الانخفاض ده بيخليك تتساءل هل ده مؤشر لاستقرار حقيقي ولا مجرد فترة هدوء بتسبق عاصفة تانية في الاسعار. الاسعار دي اللي بتتنشر يوم بعد يوم كأنها رسالة مشفرة، ساعات بتطمنك وساعات بتخليك تقلق، ساعات بتحس ان في استقرار جاي وساعات احساس الغموض بيسيطر عليك. هل دي فعلا اسعار بتعكس حركة سوق حقيقية ولا هي مجرد وشوش بتخفي حقيقة تانية اكبر واعمق؟ طيب اقول لك بقى ايه سر الانخفاض في الاسعار اليومين دول. طبعا السبب الاول والاخير هو موجة الحر الشديدة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي. مزارع الفراخ بتحتاج موارد ضخمة جدا عشان توفر جو داخل المزرعة يحافظ على حياة الفراخ دي، لان روحها قصيرة جدا واي شوية حر ممكن يخلصوا على فراخ عنبر كامل في دقايق. وبالتالي ابيع رخيص احسن ما بيعش خالص.